صباح الفل. في الفيديو ده هنرد على سؤال مهم جدا، وهو ازاي تقدر تحدد عيادة الاسنان المناسبة ليك واللي تقدر تتعامل معاها من ضمن عيادات كتيرة جدا بقت موجودة حاليا ومتميزة جدا في شغلها. والاجابة بسيطة جدا، وهي هل العيادة دي بتقدم لحضرتك الحاجة اللي حضرتك كنت بتدور عليه، او بتحل لك المشكلة اللي حضرتك اصلا رايح العيادة علشانها. وعلشان كده مهم جدا انك انت تبقى عارف المميزات والخدمات والقيمة اللي بتقدمها لك كل عيادة من العيادات المتميزة اللي موجودة دلوقتي، علشان تقدر تختار المكان الصح اللي هيقدم الحاجات اللي حضرتك محتاجها. وعلشان كده كان مهم جدا بالنسبه لي ان انا ابدا اوضح ايه القيمه اللي حضرتك هتاخدها، ايه الخدمات اللي حضرتك هتحصل عليها وان حضرتك عميل عندنا. وفي الفيديو ده هتكلم على اول حاجه واهم حاجه انا بشوف ان احنا بنقدر نقدمها للعملاء بتوعنا، وهي الراحه النفسيه. ولاني بعد ما خلصت ماجستير ودكتوراه في مجال الزراعه والتركيبات كنت مهتمه جدا بمجال علم النفس، وبدات احصل فيه على دبلومات وعلى ماجستير في بعض من التخصصات الخاصه بعلم النفس. كان اساسي جدا في التعامل بتاعي مع العملاء اللي بيشرفوني هو الراحه النفسيه، وقد ايه ممكن حضرتك تكون بتعمل الاجراءات بتاعتك نفس الاجراءات اللي ممكن تعملها في مكان تاني لكن بجوده اعلى وبراحه نفسيه، لدرجه ان معظم العملاء بتوعنا بيبقوا مستغربين ازاي تواجدهم في عيادات الاسنان مريح بالشكل ده، وقد ايه هم طول الوقت كانوا بيخافوا من تواجدهم او زيارتهم لدكتور السنان، وان هم بمجرد تعاملهم معانا بداوا يحسوا ان مجال طب الاسنان مش مرعب ومش مخيف ومش بيضغطك نفسيا بالشكل ده.